قرية هوا هيوك المعربة باسم تل الهوا الكردية، من عشائرها إلبكي، قراجيك، عليدان، وعشيرة بيجلي التركمانية، وعوائل عربية سكنوا أثناء الحزام العربي. عدد سكانها حوالي 3500 نسمة، بما فيها المزارع الثلاث التابعة لها. مساحة القرية 2100 هكتار تقريبا، تتبع لمحافظة حلب، منطقة الباب، ناحية الراعي. القرية تقع على الطريق الواصل بين أخترين وجرابلس. تحدها من الغرب قرية سانكرلي وشاوة، ومن الشرق قرية بابليس، ومن الشمال قرية نبغة، ومن الجنوب قرية حليصة تركمان. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون، بالإضافة إلى كروم الفستق والزيتون والعنب والتين، والخضروات الصيفية كالبطيخ والجبس. القرية قديما يوجد فيها معالم أثرية، يوجد فيها كهوف كثيرة وسط القرية. تعود هذه الكهوف إلى العهد الهورية، وقطع أثرية تعود إلى العهد البيزنطي وروما. ويوجد في القرية بئر روماني، وهناك نقوش على حجارة على أطراف القرية. أيضا يوجد في التلة في وسط القرية، ويوجد فيها قطع فخارية تدل على الحضارة الزردشتية. القرية مثل القرى الكردية تعرضت لسياسة التتريك والتعريب عبر التاريخ. أولها كان في مرحلة الاحتلال العثماني، وبعدها في مرحلة الحزام العربي وتوطين العرب في القرية. وفي أعوام الثورة السورية تعرضت القرية إلى التهجير والتخريب عدة مرات، مثل القرى الكردية في مناطق الباب. أولها كانت في المعارك الدائرة بين النظام والفصائل المعارضة، وثانيها بين داعش والفصائل المعارضة، وخاصة وبعد سيطرة داعش تعرضت القرية مثل القرى الكردية إلى الضغط والتهجير وتسكين الغرب في القرية. وبعد انسحاب داعش من القرية وتسليمها للفصائل المدعومة من الجيش التركي، قامت القيادات التركمانية وخاصة قيادة اللواء سلطان مراد وأمنيين السلطان مراد بالضغط على القرية كمثل القرى الكردية الأخرى، حيث قاموا بالضغط على الأهالي، مما تسبب لتهجير نسبة من الأكراد في القرية، وتم تسليم ممتلكاتهم لأناس غرباء عن القرية. طبعا هذه المعلومات مأخوذة من أشخاص من سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.